كل يوم بتصحى تفتح التيك توك أو اليوتيوب وتلاقي واحد بيقولك اعمل الحركة دي تكسب $500، اشتغل ساعة في اليوم وهينزلك مرتب. طب اسمع، دي مش الحقيقة، وده الفيديو اللي هيكشف لك كل حاجة. لما تسمع كلمة ربح سريع افتكر دايما انك في السوق وانت زبون. اعلانات بتقولك اشترك في موقع، اشحن عضوية، فعال كود، والنتيجة هو كسب وانت خسرت وقتك، مجهودك، واحيانا فلوسك. ليه ده بيشتغل؟ لان البتاع لم تكسب من غير ما تتعب. والمشكلة الاكبر ما فيش حد بيقولك الحقيقة، لان كل اللي بيكلمك بيستفيد منك. الانترنت فيه فلوس، ايوه ملايين، بس مش لأي حد ومش لأي حاجة. علشان تشتغل على الانترنت لازم يكون عندك واحدة من دول: مهارة تقنية، برمجة، تصميم، تحليل بيانات، AI. مهارة إبداعية، كتابة، مونتاج، تسويق رقمي، منتج أو خدمة حقيقية. الإنترنت مش بنك بيوزع فلوس، الإنترنت منصة. اللي عنده مهارة بيكسب، واللي بيدور على سحر بيتسرق. الناس بتضيع وقتها في حاجتين: البحث عن الطريقة الأسهل، الخوف من البداية. مش مبرمج، برمجة صعبة. أنا ماليش في التكنولوجيا. لكن الحقيقة أنت بس محتاج تبدأ، مش تبقى خبير. أنت ممكن تبدأ تتعلم برمجة أو ذكاء اصطناعي من الصفر ومن بيتك ومن غير ما تدفع فلوس. اسمع الخطوات دي. الخطوة 1: حدد مهارة حقيقية تحبها، برمجة، مونتاج، كتابة. الخطوة 2: ابدأ تتعلم من مصادر مجانية زي الكورس اللي في القناة هنا. الخطوة 3: خصص ساعة يوميا للتعلم. الخطوة 4: نفذ مشاريع بسيطة، طور نفسك. خطوة 5: سجل على مواقع العمل الحر، Upwork، فريلانسر، مستقل. وصدقني بعد 3 شهور من الالتزام هتشوف فرق حقيقي. الفرق الحقيقي مش بين الذكي والغبي، الفرق بين اللي صدق الوهم واللي اختار يشتغل على نفسه، اللي قاعد يدور على أرباح سريعة ولسه بيدور، واللي بدأ خطوة بسيطة وبقى مستقل وبيشتغل من أي مكان. لو فعلا عايز تبدأ خش شوف أول فيديو في الكورس واكتب لي في الكومنت أنا قررت أبدأ بجد. خلي الفيديو ده يكون نقطة البداية، مش فيديو تاني تتفرج عليه وخلاص. ما المستقبل مش للمحظوظ، المستقبل للجاهز.